السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، إزيكم يا ولاد؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم مرة تانية نشرح الدرس التاني في مادة العلوم، اللي هو بيتكلم عن التغيرات الحرارية المصاحبة طبعا للتغيرات الكيميائية. يبقى أول درس أخذنا التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية. النهارده يا ولاد هنتكلم عن التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية. طبعا بتكلم على التغيرات الكيميائية، أي تغير كيميائي بيتم من خلاله تكوين مادة جديدة. المادة الجديدة دي يا ولاد بيختلف خواصها عن خواص المواد الأصلية اللي هي المواد اللي داخلة في تكوينها. طبعا وعلشان نخلي الحلقة بتاعتنا حلوة عايزين نبتديها كده بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. طبعا يا ولاد لما نيجي نتكلم عن التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية، طبعا عايز أعرفكم بس حاجة. أي تفاعل كيميائي عشان يحدث طبعا يا مستر في كمية طاقة بتمتص من خلال المواد المتفاعلة. وطبعا المادة اللي هي المواد المتفاعلة لما بتمتص طاقة حرارية، هذه الطاقة لا تفنى. الطاقة لا تفنى، طبعا الكلام ده عرفناه في الترم الأولاني، إن المادة لا تفنى اللي هي المواد المتفاعلة، ولا تستحدث مواد جديدة من العدم. يعني قصدك تقول يا مستر لما بنيجي نفاعل مثلا جزيء وليكن الكربون مع جزيء وليكن الأكسجين، طبعا بيتكون ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون اللي هو الجزيء بتاعه بيتكون من ذرة كربون وذرتين أكسجين. اللي حصل إيه يا ولاد؟ اتكون، طبعا دي بيقولوا عليها متفاعلات. إذا هنا دي بيقولوا عليها متفاعلات، وطبعا هنا نواتج، يعني المواد الناتجة. وطبعا لما بنيجي نوزن المعادلة طبعا كلكم عارفين الوزن. هنا عدد ذرات الكربون اللي داخلة واحدة واللي طالعة واحدة، العدد ذرات الأكسجين اتنين اللي طالعين اتنين. طبعا في حاجة كمان يا ولاد، حاجات برضك اتعلمناها في الترم اللي فات، اللي هي الحالة الفيزيائية. الكربون بيبقى سوليد يعني صلب. طبعا كلنا عارفين غاز الأكسجين اللي هو بيبقى جاز، حرف الجي اسمه له بين قوسين. وطبعا ثاني أكسيد الكربون اللي هو بيتصاعد، ماشي. طبعا دوت بقول لكم غاز ثاني أكسيد الكربون يعني بين قوسين طبعا غاز. طبعا ده تفاعل. طب ايه اللي حصل يا مستر؟ حصل لما انا جبت جزيء الكربون اللي بيتكون من ذره واحده دي مع جزيء الاكسجين، اتكون لي ناتج. هذا الناتج اسمه ثاني اكسيد الكربون. هو ثاني اكسيد الكربون ده جاي منين؟ جاي من المتفاعلات اللي هو الكربون والاكسجين. طب ايه اللي حصل يا مستر؟ اللي حصل يا ولاد اللي احنا قعدنا عدنا ترتيب الذرات، ذرات المواد المتفاعله عشان تديني مواد جديده. اللي هي ايه المواد الجديده؟ اللي هو ثاني اكسيد الكربون بنفس العدد بتاع ذرات العناصر الايه اللي هي العناصر المتفاعله. طبعا يا اولاد كلنا عارفين لما بنيجي نكتب اي معادله لازم ينطبق عليها قانون بقاء الكتله، اللي هو قاله العالم الفرنسي اللي بيقول عليه انطوان لافوزييه في الترم الاولاني. يعني قصدك تقول يا مستر مع عدد ذرات الكربون اللي داخله لازم تكون قد عدد ذرات نفس عنصر الكربون اللي خارج. نفس الكلام، المعادله دي تعتبر موزونه. خلاص، في معادلات بتتكتب غير موزونه، طبعا احنا كلنا عرفنا ازاي بنوزن المعادله. طب يا مستر بالنسبه هنا عشان ينطبق قانون بقاء الطاقه، قانون بقاء الطاقه اللي قال اللي هو نصها بيقول لك ايه؟ الطاقه لا تفنى، يعني ما بتموتش ولا تستحدث من العدم، ويمكن تحويلها من صورة إلى صورة أخرى. زي إيه يا مستر؟ عشان أقول لكم زي إيه، عملنا نشاط بسيط جدا وجميل جدا. رحنا جبنا ليمونة، أهي يا أولاد ليمونة عادية، ليمونتين يا أولاد، أهي يا أولاد ليمونتين، أهي ليمونتين أهي يا مستر، ليمونتين جزء أهي ما فيهاش حاجة. ورحت غرست ساقين، ساق مصنوع، ركزوا معايا،
ساق مصنوع من الخرسيم اهي، وساق مصنوع من النحاس، وهنا ساق مصنوع من الخرسيم اهو زد ان اللي هو الخرسيم، وساق طبعا الساق التاني دوت مصنوع من النحاس. بعد كده رحت جبت سلك توصيل. سلك التوصيل يا ولاد انا بشوف لكم لون تاني اهو، سلك اهو يا ولاد. وصلت ايه؟ وصلت الخرسيم ده بسلكه اهي، بسلكه من هنا اهو من النحاس اهو معايا يا ولاد، وحطيت لمبه صغيره كده مصنوعه من الليد. ورحت برضك جبت هنا ولاد السلك دوت اللي هو بتاع النحاس دوت اهو، اللي هو اهو سلك متصل بساق النحاس، وبرضك سلك توصيل هو متصل بساق الخرسيم اهو سلك اهو. طب يا مستر هي دي ايه يا مستر؟ عباره عن ثمره ليمونه، ودي ثمره ليمونه. يبقى ما قصدك تقول يا مستر انت حضرتك جبت ثمرتين ليمون، وجبت اسلاك توصيل، ورحت جبت مصباح صغير مصنوع من الليد، مصباح صغير. ايه اللي حصل يا مستر؟ اللي حصل يا ولاد حصل اضاءه. بص الحركه دي، بص تحس اللي كده اللمبه نورت، يعني المصباح حصل له اضاءه. طب يا مستر تستنتج ايه؟ استنتج يا ولاد ان الطاقه هنا يا ولاد هنا جوه الليمونه، جوه الليمونه ذات نفسها فيها يا ولاد ايه؟ فيها جواها حصل طبعا في جواها يا ولاد طاقه، او فيها مواد كيميائيه مختزنه. مواد كيميائيه مختزنه، فيها مواد كيميائيه مختزنه. طب اللي حصل ايه؟ الطاقه الكيميائيه اللي هي موجوده جوه هنا جوه الليمونه اتحولت لطاقه ايه؟ برافو عليكم، اتحولت لطاقه كهربيه. يعني اتحولت يبقى من طاقه كيميائيه اللي كانت متخزنه في الليمونه اتحولت لطاقه ايه؟ طاقه ضوئيه. دي يا اولاد النشاط اللي بيثبت لكم قانون بقاء الطاقه. الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم، وده نشاط احنا اجرناه عملناه يعني. وطبعا اي نشاط طبعا ما بيجيش في الامتحان، ما بقولكوش مثلا اشرح نشاط توضح بيه كيفية تطبيق قانون بقاء الطاقة، لا نادرا. بس النشاط يا ولاد بيبقى فيه أربع حاجات لازم تعرفهم. النشاط يبقى لازم أكتب المواد المستخدمة اللي أنا بستخدمها إيه. تاني حاجة يا ولاد، دي أول حاجة. تاني حاجة بكتب الخطوات، أنا يعني جبت إيه وحطيت إيه. وتالت حاجة لازم أكتب المشاهدة اللي هي الملاحظة اللي أنا شفتها، الملاحظة أو المشاهدة الاتنين واحد. رابع حاجة تستنتجوا إيه من التجربة ديت أو من النشاط ده. ديت يا أولاد بالنسبة لأي نشاط يخطر في بالكم. إذا هنا يا مستر عرفنا قانون بقاء الطاقة. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ويمكن تحويلها من صورة إلى صورة أخرى. طب يا مستر بالنسبة يا مستر إيه العلاقة ما بين التفاعلات الكيميائية وقانون بقاء الطاقة؟ مرة تانية يبقى هنتكلم عن العلاقة بين التفاعل أو التفاعلات الكيميائية وقانون بقاء الطاقة. طبعا يا أولاد قانون بقاء الطاقة دوت في عالم بقاء الطاقة مش بقاء الكتلة، بقاء الطاقة في عالم طبعا ألماني اسمه هيرمان فون هيلمهولتنز يا مستر. العالم اسمه هيرمان فان، أو ممكن نقول عليه فان ماشي، وفي ناس بيقول عليه فون هيلمو هولتز عشان ما تتلخبطوش. طبعا العالم الألماني ده يا ولاد، العالم الألماني دوت عمل إيه؟ وضح إن كل الطاقة ماشي يا ولاد ثابتة في النظام بتاعنا المعزول، يعني بمعنى صح عشان ما تتوهوش مني، هو اللي وضح قانون بقاء الطاقة العالم هيرمان فان هيلمهولتنز، ده العالم الألماني. طيب ايه العلاقة بقى؟ عايز اعرفكم ايه العلاقة ما بين التفاعلات الكيميائية وقانون بقاء الطاقة. بقاء الطاقة طبعا كلنا عارفين اي تفاعل كيميائي بيحدث فيه ايه؟ بيحدث فيه كسر، ده تعريفه.
تعريفه يمكن ما زالت بردك سنة تالتات السنة دي 2026 بياخدوا تعريف التفاعل الكيميائي. تعريفه طبعا هو كسر الروابط. كسر الروابط. ايه يا مستر الروابط انو دي اللي موجودة فين؟ الروابط دي اللي موجودة، اقول لكم موجودة فين؟ موجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة. المواد المتفاعلة. طب بعد كده يا مستر عشان ايه بقى؟ طبعا بعد ما يحدث عملية كسر الروابط يتكون لتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة. الله، يا بخت اللي فاهم الحتة دي يا ولاد. دلوقتي مثلا لو جيت قلت لكم مثلا يعني المغنيسيوم لما بيتفاعل مع الاكسجين، طبعا المغنيسيوم سوليد اللي هو شيت المغنيسيوم، والاكسجين غاز في وجود الحراره. السهم اهو بيشير للنواتج في هنا حراره. اللي هيحدث هيتكون MgO. طبعا ده سوليد اللي هو المسحوق الابيض. وزن المعادله هنا في 2 وهنا في 1، بحط هنا 2. وطبعا مستر طبعا هنا في 2 Mg اهم طلعوا اهم 2 Mg. هنا في Mg واحده، هنضرب في 2 كده المعادله موزونه. وينطبق عليها طبعا القانون اللي هو خدناه في الترم الاولاني، هو بقاء الكتله. طب يا مستر ايه اللي حصل؟ حصل خلي بالكم هنا حصل هيت. يبقى اولاد الهيت دي اللي هي ايه؟ الحراره. هذا التفاعل بيكون مصحوب بانطلاق طاقه. مره تانية التفاعل ده مصحوب بانطلاق طاقه. يعني قصدك تقول يا مستر التفاعلات الكيميائيه فيها تفاعلات طارده للحراره؟ وايضا فيها تفاعلات باصه للحراره. يعني قصدك تقول يا مستر لو كان هنا في رابطه، هي يا ولاد الاكسجين اهو، الاكسجين الرابطه التساهميه الثنائيه لما اتحدت، بصوا بقى هنا يا ولاد، مع 2 MG وMG، ايه اللي حصل؟ الروابط اتكسرت. اللي حصل هنا يا ولاد في وجود الحراره، اديني ايه يا ولاد؟ MG ارتبطت مع واحده O، وMG ارتبطت مع واحده O. لما احنا جمعناهم لقيناهم 2 MgO، وكميه حراره انطلقت. اذا دي بقول عليها دي يا اولاد متفاعلات. ايوه مستر متفاعلات. واللي طلع ده اسمه ايه؟ نواتج. اسمهم ايه؟ نواتج. ولقينا كمان من ضمن النواتج ايه؟ حراره. يبقى الحراره دي ناتج من النواتج المواد المتفاعله. طب يا مستر، طب ايه حكايه الحراره دي يا مستر؟ الحراره دي اللي هي كميه الحراره اللي امتصتها اللي هي ايه يا اولاد؟ ذرات جزيئات المواد المتفاعله دي، عشان تديني ايه يا اولاد؟ جزيئات جديده. جزيئات جديده، وطبعا بروابط جديده. هذا ما يسمى بايه يا اولاد؟ بالتفاعل الكيميائي. ودي العلاقه اللي ما بين التفاعل الكيميائي وقانون بقاء الطاقه. طب يا مستر، اذا احنا كده يا اولاد عرفنا ازاي ينطبق قانون بقاء الطاقه. وطبعا تجربه سهله جدا اللي هي بتاعت الليمونتين. وده يعني يا مستر دي معادله كيميائيه. طب يا مستر هي التفاعلات الكيميائيه بقى كده يا اولاد عرفنا كده يا مستر ان في تفاعلات كيميائيه طارده للحراره، وفي تفاعلات كيميائيه ماصه للحراره. ركزوا معايا الله يبارك لكم. اذا هنا يبقى كده يا اولاد هناخد، ركزوا بقى معايا، هناخد هنا يا اولاد التفاعلات الكيميائيه الطاردة للحرارة. طيب عشان يا أولاد أعرفكم النشاط بتاعه، رحنا جبنا كوباية مصنوعة من مادة البوليسترين. أهي كوباية أهي يا أولاد، أهي كوباية أهي من مادة البوليسترين. ويا ريت يكونوا كمان كوبايتين داخلين في بعض، علشان يا أولاد طبعا كلنا عارفين المادة دي مادة البوليسترين دي، البولي استرين. طبعا يا أولاد المادة دي بيقول عليها مادة عازلة حراريا. مادة عازلة حراريا. ويا ريت يكونوا كوبايتين ليه مستر؟ علشان ما فيش حراره تخش لها ولا في حراره تطلع منها، نعزلها عزل تام. وطبعا ماده البوليسترين مستر هنا في طبعا هنا يا ولاد في فتحه بيمر من خلالها ترمومتر.
اهي ده تربومتر يا ولاد، ده تربومتر ما فيهوش حاجه. رحنا عملنا ايه يا ولاد؟ رحنا جبنا هنا ورحنا حاطين هنا حمض، وليكن حمض الهيدروكلوريك المخفف HCl مخفف، اللي هو حمض الهيدروكلوريك. وايه ده يا مستر؟ ده معلش يا مستر عشان اخد بالي، ده ترمومتر، ده ترمومتر مئوي، تدريجه من 0 ل100 يعني. بعد كده يا مستر بعد ما جبنا دولت، طب يا مستر انت جبت هنا ال HCl ده قد ايه؟ يعني مش عندها قوي، يعني 50 مللي لتر. طب بعد كده عملت ايه يا مستر؟ قست درجة الحرارة، سجلت درجة الحرارة. يبقى عملت ايه؟ سجل درجة الايه؟ الحرارة بتاعت مين يا مستر؟ بتاعت ال HCl فقط. هيطلع رقم وليكن T1 اللي هو التمبريتشر واحد اللي هي الابتدائية. يبقى دي T1 اللي هي درجة حرارة حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو حجمه 50 مللي لتر أو 50 سنتيمتر مكعب. طب يا مستر سجلتها وسط الترمومتر؟ طب بعد كده في نفس الكوباية هروح أجيب يا ولاد شريط مغنيسيوم. هو حبايبي أهو شريط مغنيسيوم، أهو شريط مغنيسيوم حطيناه، حتة شريط مغنيسيوم كده فلز. اللي حصل يا ولاد لما مستر حضرتك حطيت هنا المغنيسيوم اللي هو شريط المغنيسيوم، حصل تفاعل كيميائي. يعني قصدك تقول يا مستر، ركزوا معايا يا حبايبي، مستر المغنيسيوم انت حطيت هنا ايه؟ حطيت شريط مغنيسيوم. حطيت هنا ايه يا مستر؟ شريط مغنيسيوم. طب بعد كده قال لكم بعد ما حطينا شريط المغنيسيوم ادوم فرصه كده صغيره كده تتفاعل، وليكن مثلا يعني 5 دقائق 10 دقائق. وبعد كده لاحظوا شوفوا ايه اللي حصل. بس بعد ما تبصوا للترمومتر مستر، يعني قصدك تقول لما حطينا شريط المغنيسيوم هنقيس درجه الحراره؟ اكيد درجه الحراره هتزيد. الله، قصدك تقول يا مستر هنسجل دي تي 2 دي بتاعت مين؟ بتاعت الMG اللي هو شريط المغنيسيوم و الHCl. العلماء يا ولاد لاحظوا ان درجة الحرارة الثانية اللي هي T2 اكبر من درجة الحرارة الاولانية اللي هي T1. يعني قصدك تقول يا مستر، قلت لكم يا ولاد التفاعل ده بيبقى مصحوب بانطلاق طاقة، وطالما مصحوب بانطلاق طاقة إلى الوسط المحيط، يعني بيطلع طاقة من الوسط المحيط، طبعا يا مستر يبقى التفاعل ده اسمه تفاعل طارد للحرارة. يعني قصدك تقول يا مستر لما حضرتك حطيت الMG مع الHCl اللي هو دايليوتد يعني مخفف، معايا يا ولاد اللي حصل اتكون MgCl2. بتقول لي 2 ده هنا Cl واحده بس طلعت 2 عشان تكافؤ المغنيسيوم ثنائي ادالي الكلور، والكلور احادي ادالي المغنيسيوم ما بيكتبش الواحد. طيب وتصاعد غاز اسمه ايه؟ هيدروجين. مستر غلط يا مستر، هيدروجين اهو هيطلع هيدروجين اللي بيطلع ده يا ولاد علشان جزيء نشط وغاز نشط بيطلع على هيئه ثنائيه الذره. يبقى اولاد اللي طلع وكمان ايه كمان يا اولاد، وكمان ايه؟ طلعت حراره. الله الله الله، يعني قصدك تقول الحراره اهي. بص يا حبايبي الحراره طلعت اهي، طلعت ما كانتش داخله هنا، طلعت. يعني لو قلت لك اكس زائد واي سهم ايا كان اللي عليه حراره ضايل كونك ايا كان، يديكي مثلا زد زائد هيت، يبقى ده طارد. طب يا ولاد لو قلت لكم اكس زائد واي زائد هيت يديني زد، هنا اهي حراره اهي يبقى ده ماس، واللي فوق ده طارد. هنا في اهو يا ولاد ناتج اهو من النواتج بتاعت المواد المتفاعله، التفاعل ده طارد. تعالى نكتب يا ولاد الحاله الفيزيائيه بتاعته. طبعا دوت سوليد، شريط مغنيسيوم سوليد، ده اكيوس AQ بين قوسين اهو. وطبعا كلمه ده اللي عايده على الحمض ده ولاد. تعالى يعني MgCl طبعا كلكم عارفين ان ده يعتبر بردك محلول AQ، وطبعا ده غاز جي. تعالى نوزن المعادله مستر بالمره بقى. هنا في 2 Cl طلعوا، وهنا Cl هنا داخلين واحده، يبقى اضطر اضرب هنا في 2. تعالى هنا يا ولاد نشوف هنا MG واحده داخله وMG واحده طالعه. الاتش هنا داخله كام؟ 2 وطلعوا 2. الCl
هو واحدة تقول لي 1، لأ ما هو الاتنين دي مضروبة في كله يعني 2Cl معايا يا ولاد، وطبعًا هنا 2Cl كده المعادلة إيه؟ موزونة. يعني قصدك تقول يا مستر لمّا بنعمل أي تفاعل كيميائي بنلاقي يا ولاد، بنلاقي هنا يا ولاد بصوا يا ولاد، في كمية حرارة هنا يا ولاد أهي، كمية الحرارة بتبقى منطلقة تنطلق إلى الوسط الإيه؟ المحيط. معايا؟ منطلقة، تنطلق. بصوا يا ولاد اتجاه الأسهم، بصوا يا حبايبي الأسهم أهي، يعني إلى الوسط المحيط. هذا التفاعل يسمى تفاعل طارد للإيه؟ للحرارة. إذًا هنا يا حبايبي التفاعل الطارد للحرارة عرفنا المعادلة بتاعته. طيب يا مستر يبقى التفاعلات الطاردة للحرارة، ركزوا معايا يا ولاد، التفاعلات الطاردة للحرارة هي تفاعلات ينتج عنها انطلاق طاقة حرارية. انطلاق طاقة حرارية كناتج من نواتج الإيه؟ برافو عليكم، المواد المتفاعلة اللي هو التفاعل يعني إلى الوسط المحيط. إذا هنا عرفنا ولاد إن أي تفاعل كيميائي عبارة عن أي تفاعل كيميائي عبارة عن مواد متفاعلة ومواد ناتجة، واللي بيفصل ما بينهم سهم. خلاص؟ طيب يا مستر في حاجة عايز أقول لكم عليها كمان يا ولاد، عايزين نعرفكم بعض الأمثلة اللي هي الخاصة بالتفاعلات الإيه؟ التفاعلات الكيميائية الطاردة للحرارة. أول مثال اللي هي العبوات الذاتية التخزين الفورية. يبقى يا ولاد في تطبيقات حياتية، في تطبيقات حياتية. يعني ايه يا مستر تطبيقات حياتية؟ يعني بنستخدمها في الايه يا ولاد؟ في حياتنا اليومية. زي يا ولاد عبوات الايه يا ولاد؟ برافو عليكم. اول مثال يا مستر في التطبيقات الحياتية واول تطبيق اللي هي العبوات ذاتية التسخين الفورية. بنت بتقول لي يا مستر او ولد بيقول لي هو يا مستر يعني ايه عبوات زي اللي هي بتخلي التسخين ذاتي دوت وبسرعه، اللي بيقول عليها العبوات ذاتيه التسخين الفوريه. قلت لكم ده عباره عن ايه يا اولاد؟ عباره عن قمعه او عباره عن كاس يا اولاد، اهو كاس اهو. وطبعا هنا يا اولاد في هنا حاجه تحت كده بيبقى فيها زر معين هنا يا اولاد، زر يعني زرار. وطبعا هنا يا اولاد بيبقى فيه هنا، بصوا هنا اهو، بيبقى هنا طبعا متقسم، هنا بيبقى فيه غشاء رقيق كده يا ولاد، وهنا في حاجه اسمها CEO اللي هو الجير الحي. وطبعا هنا ده غشاء رقيق جدا، وهنا في مذيب اللي هو الميه. لسه خلي بالكم ما اختلطوش ببعض. طب يا مستر انا عايز يا مستر اسخن لقمه، اعد طعام معين، عايز اعمل لي كوبايه قهوه او شاي او اي مشروب، طبعا بنحطه فوق هنا بالظبط كده زي كانها فرن كده يا اولاد، او بوتاجاز او فرن. عايزه تعمل اي حاجه في الفرن بتحطوها، وفي تحت في صاج بتحط الحاجه على الصاج بتاع الفرن، وفي نار تحت شغاله. نار، ايوه نار. يعني قصدك تقول ايه يا اولاد؟ ما انا لو انا ضغطت، ده اسمه زر، لو انا ضغطت على الزر السفلي ده، زر سفلي يعني اللي تحت ده، ايه اللي حصل يا مستر؟ الغشاء دوت بيتقطع. بيتقطع يعني قصدك تقول الغشاء ده بيتمزق. قصدك تقول يتمزق يعني مثلا بيتقطع. طب لما يتقطع قال لك يا ولاد الجير الحي ده اللي هو اسمه اكسيد الكالسيوم يا ولاد، اسمه تجاري بتاعه اسمه جير حي. جير ايه؟ حي. اكسيد الكالسيوم هيختلط بمين؟ هيمتزج مع مين؟ هيعمل خليط مع مين؟ مع الميه، هيتفاعل معاه. اول ما يتفاعل مع بعض يا ولاد هتكون حاجه اسمها CaOH، الكل اتنين على CaOH باي 2، يعني هيدروكسيد الايه؟ الكالسيوم. هيدروكسيد الكالسيوم دوت عشان في ميه بيقول عليه ماء الجير، والاسم العلمي بتاعه ايه يا ولاد؟ هيدروكسيد الكالسيوم. هيدروكسيد الايه؟ الكالسيوم. وايه اللي حصل بعد كده يا مستر؟ حصل يا ولاد، بصوا بقى المفاجأة هنا، وطبعا انا سامع بنات شاطرة، هيطلع يا مستر بصوا هيطلع هيت اهو. يبقى التفاعل ده طارد للحرارة كناتج من ايه يا ولاد؟ من ناتج التفاعل. ده ناتج من نواتج اللي هي الخاصه بايه يا ولاد؟ بالمواد المتفاعله. خلاص، اذا ده بقول عليه تفاعل طارد للايه؟ الحراره. انا ما استخدمتش نار هنا،
ما اقدرش، ما كتبتش هنا لهب اللي هو المثلث، لا ما عملتش مثلث، لا انا ما عملتش مثلث. بصوا يا ولاد، نتيجة اختلاط أكسيد الكالسيوم مع المية على طول اتكون، أيوه، ماء الجير. ماء الجير اللي هو دايب، بس إيه يا ولاد، في هيئة محلول. خلاص، عشان كده كتبت هنا إيه، أكيوس بين قوسين كده يا ولاد، أهي أهي، إي كيو، عشان مية إي كيو. وطبعا انطلقت إيه يا ولاد، طاقة حرارية. إذا ده يا ولاد بقول عليه أول تطبيق حياتي. وطبعا في عايز حاجه عايز اقول لكم عليها يا اولاد، في عندي سي اي او اتش، كل اتنين. طبعا الاتنين دي جت منين؟ عشان تكافؤ الكالسيوم ثنائي، والهيدروكسيد مجموعه ذريه وحده التكافؤ. الواحد ما بيتكتبش هنا تحت الكالسيوم. هنا يا اولاد ممكن يكون مسحوق، اه، وممكن يكون محلول. طب يا مستر، لو محلول بقول عليه ماء الجير. ماء الايه يا اولاد؟ الجير. طب لو مسحوق بقول عليه الجي، خلوا بالكم بقى هنا، ده بقول عليه يا اولاد الجير المط المطفئ. المطفئ. يبقى هيدروكسيد الكالسيوم لما يبقى مسحوق يعني سوليد بيبقى اسمه جير مطفئ، لما يبقى ميه محلول بقول عليه ماء الايه، الجير. اذا ده اول تطبيق حياتي. طبعا لما يجي لكم سؤال في الامتحان ويقول لك في من يستخدم عبوات اللي هي ذاتيه التخزين الفوريه في اعداد الطعام، وماشي يا اولاد، في اعداد الايه، الطعام اللي هو موجود فيه عشان فيه حراره بتنطلق منها. خلاص. وطبعا طالما فيها مستر التفاعل دوت، طالما نتج عنه طاقة حرارية، يبقى كمية الطاقة الحرارية المنطلقة كفيلة اللي هي تسخن أي مشروب إحنا عايزين نشربوه، أو أي أكل عايزين نتناوله. إذا دي أول تطبيق بقول عليه تطبيق إيه، حياتي. تاني حاجة يا ولاد، في تفاعل مهم جدا اسمه السرمايت، بالفتح، السرمايت. إذا ركزوا معايا، تفاعل السرمايت اهي يا حبايبي، التطبيق التاني تفاعل السرمايت. تفاعل السرمايت ده يا ولاد، السرمايت اهي، السرمايت مهم جدا، خلي بالكم. بيجي منين يا ولاد؟ بنجيب فلز نشط وليكن الالومنيوم، ده اسمه الومنيوم، بيبقى موجود على هيئة سوليد، جسم صلب. بنفعله مع اكسيد الحديد اللي هو Fe2O3. طبعا اف اي تكافؤ ثلاثي، مش هقول لكم اسمه حديديك، اسمه نقول عليه حديد وخلاص. والاو تكافؤ ثنائي. بصوا يا حبايبي اللي حصل هنا، لما ولعناهم، هنا لازم حراره، لازم يمتصوا حراره عشان يحدث عمليه ايه يا اولاد، كسر الروابط. اللي حصل يا مستر، اول ما حطيت يا مستر نار على دولت، وطبعا دوت على هيئه سوليد برضو اهو، اهي يا اولاد سوليد اللي هو اكسيد الحديد. اللي حصل يا اولاد، ده علشان فلز نشط انشط من الحديد ده، ماشي، ده نشط، ده الومنيوم نشط، بقول عليه فلز الالومنيوم النشط، هيحل محل الايه، برافو عليكم، الحديد هيقعد مكانه، هيديني ايه ال 2 او 3. وكلكم عارفين الالومنيوم ثلاثي ادى للاكسجين، والاكسجين ثنائي ادى للالومنيوم. وايه اللي حصل بردك، هو اللي اتكرش اهو الحديد. بس يا اولاد الحديد بقى، طبعا كلكم عارفين دوت يا اولاد، بيبقى ايه، بيبقى سوليد، ماشي، اكسيد الالومنيوم. طبعا واحده بتقول لي او ولد بيقول لي مستر ده حديد، يعني المفروض يطلع ايه، صلب. لا مش صلب، هيطلع على هيئه ليكويد، سائل. شفت غيرت اللون اهو. اذا ده اسمه حديد منصهر. حديد ايه، منصهر. وطبعا يا اولاد بصوا الحاجه اللي انا هعملها لكم تمام بلون تاني اهي، زائد هو يا اولاد انا بتكلم على التفاعلات الطارده، زائد هيت. يبقى هيت اهو، الناتج اهو من النواتج الناتجه من التفاعلات الكيميائيه لهذا التفاعل. اذا ده اسمه ده. تعالى نوزن المعادله. بصوا هنا حبايبي، بص يا حبيبي، الايه اللي هنا كام؟ 2. طب هنا الايه اللي كام؟ 1. هضرب هنا كام؟ في 2. طب يا مستر الاو هنا 3. طب الاو 3. الاف اي دي كام يا مستر؟ 2. طب الاف هنا 1. هضرب هنا بكام؟ في 2. المعادله دي مهمه جدا يا اولاد، مهمه جدا، لازم تفهموها، مهمه جدا، مهمه جدا للغايه، يعني مهمه جدا 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 كمان. هذا التفاعل يسمى الثرمايد. طب يا مستر التفاعل ده بيستخدم في ايه؟ قال لك بيستخدم في لحام القضبان بتاعت السكك الحديد بتاعت القطارات.
يستخدم في لحام أهو، يستخدم في لحام قضبان السكك الحديدية. دي يا ولاد الأهمية بتاعته. في حاجة كمان يا ولاد بالنسبة للتطبيقات الحياتية، في حاجة يا ولاد في الدركسيون كده، ولاد الدركسيون اللي هي عجلة القيادة اهي يا ولاد الدركسيون. في هنا يا ولاد اللي هي حتة مكان الكلاكس بتاع العربية، في هنا يا ولاد حاجة اسمها ايرباج اللي بيقول عليها الوسادة الهوائية. الوسادة الهوائية. الوسادة الهوائية دي يا ولاد موجودة في العربيات النظيفة، ما تقولوش اللادا بقى والفيات، العربيات الحديثة. الوسادة الهوائية دي يا ولاد تحت يعني تحت عجلة الدركسيون فيها مادة اسمها أزايد الصوديوم اللي هي ان ايه ان 3. ده اسمه أزايد الصوديوم، أزايد الايه الصوديوم. عند التوقف المفاجئ، يعني ماشي بعربيتي، هوب لقيت لك عيل معدي، المفروض لازم اضرب فرامل علشان ما اذيهوش واذي نفسي. فبالتالي اللي بيحدث يا اولاد وانا بضرب فرامل فجأة، انا خلاص كده، انا كده اتحطيت، لازم اضرب فرامل. اول ما اضرب فرامل يا اولاد بتتولد شرارة كهربية اوتوماتيك. هما كده الناس اللي هم اللي عاملين العربيات الحديثه بتوع المانيا والناس اللي في الدول الاوروبيه بيقول عليها ايرباج. ايرباج يعني ايه يا مستر ايرباج بالعربي؟ يعني الوساده الهوائيه. عند التوقف المفاجئ يا اولاد تلاقي يا اولاد ماده الازايد الصوديوم دوت او نيتريد الصوديوم يحصل له ايه يا اولاد؟ تفكك، انحلال. كلمه تفكك يعني بتساوي كلمه انحلال. على طول يطلع الصوديوم لوحده وغاز النيتروجين لوحده. غاز النيتروجين يا اولاد بيعمل زي بالونه. يعني بدل وانا بضرب فرامل معايا يا اولاد، المفروض ان انا صدري يجي على الدركسيون. طب ما ممكن يا اولاد الدركسيون لا قدر الله يأذيني ويحصل لي حاجه. فبالتالي لما بيطلع كيس ممتلئ بالهواء هيقدر يحمي صدري. ماشي يا اولاد. ودي تعتبر من ضمن وسائل الامان بالنسبه يا اولاد لقائدي السيارات. تقول لي عربيه ملاكي، عربيه نص نقل، المهم اي واحد بيقود مركبه، دي بيقول عليها يا اولاد الوساده الهوائيه. اذا ده التطبيق يا اولاد الثالث. التطبيق الايه الثالث اللي هي الوساده الهوائيه. في يا اولاد برضك يا اولاد تطبيق حلو جدا، وده بقى يا اولاد ده حاجات ده حسب العلم عندنا، اللي بيقول عليه يا اولاد سبحان الله احسن الخالقين. دي تعتبر من ضمن المعجزات اللي هي الحشرات المضيئه. الحشرات دي تطبيق يعني مش بيستخدموش في ده، حاجات موجوده في الطبيعه في التكامل يعني في الحياه يعني، اللي هي طبعا مش هكتبها رقم 4. ده بقول عليه تكامل مع الطبيعه او مع الاحياء، اللي هي الحشره الايه او الحشرات الايه الحشرات المضيئه. الحشرات المضيئه دي يا اولاد معلومه بره الدرس، دي موجوده في المناطق الاستوائيه الحاره وفي الغابات زي الخنافس. بعض انواع الحشرات يا اولاد لها القدره الحشرات المضيئة سبحان الله أحسن الخالقين لها القدرة على إحداث تفاعل طارد الحرارة جوه جسمها، تيجي على طول يا ولاد مطلعة ضوء فقط وليس حرارة، وتقدر تتحكم في وقت ومدة الإضاءة. سبحان الله سبحان الله. ده الحشرات المضيئة. وطبعا ديت بتستخدم في اولاد الحشرات المضيئه امتى؟ تطلع ضوء من بطنها لما بيحدث تفاعلات طارده للحراره. طب يا مستر هي بتطلع بطنها ليه؟ بتطلع ضوء ليه من بطنها؟ علشان لاتمام عمليه التزاوج، دي الاهميه بتاعتها. تزاوج او اولاد للايه يا اولاد؟ للدفاع عن نفسها، الدفاع عن الايه النفس. قال يعني كأنها بتطلع الضوء اللي لو في حد عايز يقتنصها ولا يموتها وكده، قال يعني تزغلل تقدر تطلع تجري منه. قال يعني الضوء هيزغلل العين اللي تعتبر فريسة بالنسبة له، هتقدر يا مستر المهم يا مستر بتدافع عن نفسها وخلاص. دي بالنسبة للحشرات المضيئة. إذا هنا اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، أخذنا أمثلة حياتية وأخذنا تطبيق أو تكامل مع العلم الأحياء. طب يا مستر هي مستر الأمثلة بقى اللي هي بتاعت الأمثلة بتاعت العناصر اللي هي الإيه اللي ترضى للحرارة. طبعا يا أولاد الأمثلة العيال الشاطرة قال لك يا مستر في أمثلة اللي هي مثلا زي أول حاجة
اللي هو تفاعل الأحماض مع القلويات. طبعا على طول أول ما أي حمض يتفاعل مع أي قلوي، قاعدة كده، يديني ملح ومية. دي معلومة ليكوا، يديني ملح وإيه ومية. طب يا مستر قول لي حمض HCl، حمض زائد أهو يا ولاد، زائد معايا يا ولاد، زائد NaOH. وطبعا الحمض هنا مثلا نقوله مخفف، مش لازم، ماشي يا مستر. هيديني ايه؟ هيديني NaCl اللي هو الملح الطعام. وطبعا يا ولاد في هنا ايه؟ ميه اللي هي HOH اللي هو H2O. وطبعا هنا بصوا زائد هيت، حراره، يبقى تفاعل طارد للحراره. بص يا حبايبي نوزن المعادله هنا في كام اتش طالعه؟ 2. تشوف الاتش هنا واحده وواحده واتنين اهو. طب هنا كام او؟ واحده. وهنا كام او؟ واحده. طب هنا يا ولاد كام CL؟ فهمت قصدي يا ولاد؟ ده بقول عليه تفاعل الاحماض مع الايه؟ مع القلويات. ما فيهاش ابدا اي حاجه يا ولاد. تفاعل حمض مع قلوي، على طول الناتج يديني ملح وميه. اذا يا مستر لو انا حضرتك رحت جبت اي حمض يخطر في بالكم، اي حمض، ورحنا فعلناه مع اي قلوي زي جرامر كده يا ولاد، يديني ملح وميه. طيب يا مستر في حاجة تانية؟ يا ولاد، لو انا جبت مثلا فعلت الاحماض مع اي فلز. ايه يا مستر؟ اي فلز يعني ايه؟ ما لسه قايلها لكم عليه من شويه يا ولاد، اللي هو بتاع المغنيسيوم مع مين؟ برافو عليكم، مع HCl. مرة تانية هعيدها لكم تاني، اوريها لكم تاني يا حبايبي. بص يا جميل، بص يا حبيبي، ثانية واحدة. لو انا جبت زي يا اولاد اللي هو بتاع التفاعل يا اولاد، اللي هو شريط المغنيسيوم مع حمض HCl. اذا رقم 2 تفاعل الاحماض مع الفلزات النشطه. الفلزات الايه؟ النشطه. زي مين يا مستر؟ اديني مثال لفلز نشط. طبعا زي المغنيسيوم، اللي هو شريط المغنيسيوم الصلب. طبعا في فلزات نشطه يا اولاد هتاخدوها فيما بعد، اللي في متسلسله النشاط الكيميائي بتسبق الهيدروجين، دي بتقدر تحل محله وبيحدث تفاعل. في عناصر بتالي الهيدروجين في متسلسله النشاط الكيميائي لا تحل محله، ملناش دعوه بالكلام دوت. اهم حاجه يا مستر اعرف ان لازم يكون فلز نشط عشان يقدر يكرش الاتش بتاعت الحمض. يعني قصدك تقول يا مستر الMg اللي هو السوليد لما فعلناه مع HCl اللي هو المخفف اللي هو الضايل، وطبعا ده محلول اكيوس. طبعا ايه اللي حصل؟ الMg ده كرش مين؟ حل محل مين؟ حل محل، ايوه، حل محل مين؟ الهيدروجين. اهو يا ولاد فاكرين التفاعل ده عامله، بس مش عارف الورقه راحت فين. زائد طبعا غاز الهيدروجين هنا يا ولاد، وطبعا طلع ايه؟ طلعت حراره. طيب طارد للحراره. نوزن هنا 2 وهنا 1، هنضرب في 2. طبعا هنا خلاص كده المعادله موزونه. يبقى الفلز ده عشان نشط حل محل مين؟ هيدروجين الحمض. اذا رقم 3، بص يا حبايبي، تفاعل الاحماض مع كربونات الفلزات. كربونات الايه؟ الفلزات. زي اشهرهم اللي هو كربونات الصوديوم اللي هو Na2CO3. طبعا كلنا عارفين الصوديوم يا ولاد، الصوديوم احادي ادى طبعا CO3، مجموعه ذريه ثنائيه ادت التكافؤ بتاعها لمين؟ للصوديوم. والNA تكافؤ احادي طبعا ادى للCO3. ده كربونات الفلز. على طول يا ولاد اول ما اجيب Na2CO3 وفعله مع الحمض، وليكن اشهر الاحماض اللي هو حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو ضايل يعني المخفف. معايا يا ولاد Na هتحل محل مين؟ الهيدروجين، هيديني NaOH، اسف Na يا ولاد، Na هتحل محل مين؟ الهيدروجين، هتديني Na، اسف. بص يا حبايبي
لان ايه دي يا اولاد؟ بصوا يا حبايبي، الان دي الان ايه هتحل محل الهيدروجين، هيديني ان ايه سي. ايوه بصوا بقى معايا، ان ايه سي ال هي يا حبايبي دي ال، ها، زائد السمول، زائد حمض الكربونيك. حمض الكربونيك دوت يا اولاد اللي هو H2CO3، طبعا هينحل الى ميه وثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون. بصوا يا اولاد الواحده الرابعه اهي زائد، بس عشان المكان هنا مش مكفي، زائد هيت. هيت يعني ايه يا مستر؟ يعني حراره. يبقى دي تفاعلات، دي امثله لتفاعلات كيميائيه ترضى للحراره. تعالى نوزن المعادله، هنا 2 وهنا 1، هنضرب هنا في 2. السي ال هنا بقت 2 اهي، مش دي سي ال يا اولاد، مش دي سي ال يا اولاد اهو، بقت 2. ولد بيقول لي يا مستر مش واحده طالعه يا ابني، ما هنا في 2 مضروبه فيها ايه من بره، يبقى هضطر اضرب هنا كمان في 2 عشان يبقى السي ال 2. السي ال دي 2. تعالوا هنا كام؟ اتش 2. اذا كده تعتبر المعادله ايه؟ موزونه. والان ايه؟ 2. والان هنا ايه؟ 2. والسي او الاو 3، الاو 3، والاو هنا كام؟ 3 2. بس هنا في واحده كمان، هنا المعادله ايه؟ موزونه. اذا هنا يا حبايبي اخذنا امثله لبعض التفاعلات الكيميائيه الطارده للحراره، واخذنا اولاد التطبيقات الحياتيه، واهم حاجه تطبيق الثرمت. طبعا يا اولاد لحد كده اكون الحمد لله شرحت لكم الجزء الاول. الجزء الاول من الدرس الثاني اللي هو بيتكلم عن التغيرات الحراريه المصاحبه للتغيرات الكيميائيه. ولو في اي سؤال اكتبوا لي على طول في الكومنتات، هرد عليكم عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. وطبعا للحديث بقيه لسه يا اولاد، هنتكلم عن التفاعلات الطارده المصة للحراره، وهنتكلم عن المخطط اللي احنا هنرسمه كأن زي بالظبط كأنه رسم بياني، عشان افهمكم يعني ايه تفاعل طارد، ازاي نعرفه مجرد الرسمه بتاعته، تفاعل ايه؟ ماس. وطبعا للحديث ايه؟ بقيه. ودمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.